راح نتحدث على المنتخب الوطني مثل ما عودناكم دائما أمسية كل يوم. نتحدث عن موضوع نختاره. هذه المرة نتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري كالعادة، ونتحدث عن كرونولوجيا الأحداث بخصوص مفاوضات الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع المدربين اللي شافتهم الاتحادية اليوم يقدروا يكونوا اليوم على رأس المنتخب الوطني الجزائري. البداية كانت كما تعلمون مع فيليكس سانشيز الذي اختارته اللجنة التقنية برفقة توم سانتيفي وحتى رافائيل بينيتاز. توم سانتيفي لم يتم التفاوض معه من الأساس، رافائيل بينيتاز رفض بسبب أنه، أو الاتحاد الجزائري رفض بينيتاز بسبب أنه هذا الأخير طلب أنه يجيب مع 11 من الطاقم الفني بالإضافة إلى اشتراطه إلى لراتب مالي كبير. بقى الخيار الأخير اللي هو فيليكس سانشيز اللي تفاوضت مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما تعلمون، وكان أحد أبرز وتقدم دار تقدم ملحوظ وتصدر قائمة المرشحين بعد دراسة اللجنة كما قلنا. الاتحاد الجزائري مباشرة حينها بدأ في المفاوضات مع مدرب المنتخب القطري السابق، وبدأ وصوله مسألة وقت فقط. ظهرت بعض الترددات من كلا الجانبين. أرجأ سانشيز القرار، بينما أخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم أخذ وقتا كافيا لاستشارة عدة مدربين والتعرف أكثر على مؤهلته، وفي النهاية استبعد هذا الخيار. يعني أنا كنت قلت لكم أنه من جهة فيليكس سانشيز أنه تحصل على عرض محترم كبير من قبل كوريا الجنوبية. من جهة الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاته توصيات أنه هذا المدرب عليه قد لا ينجح مع المنتخب الجزائري، الأمر اللي خلى الاتحاد الجزائري في نهاية المطاف يغلق ملف فيليكس سانشيز. ثم كان يفترض أن يكون اختيارا قائما على المنهج الإسباني، فقد اتخذ منحى مختلف واستطلع الاتحاد الجزائري لكرة القدم آراء العديد من المدربين، ووسع نطاق بحثه ليشمل مرشحين آخرين غير المرشحين الذين تقدموا في البداية أو الذين قدموا في البداية إلى اللجنة التقنية بقيادة رابح سعدان. باولو بينتو هذا الناخب البرتغالي واللي كان أشرف على المنتخب البرتغالي سابقا سجل تقدم ملحوظ أيضا في المفاوضات في الأسابيع الماضية أو الأسبوع الماضي على أقصى تقدير، وكان سبق أنه درب كما قلنا منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة. لكن برزق أحد أبرز المرشحين قبل أن أغلق خيار استخدام مدرب إسباني من المدرسة الإسبانية، بعدما كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يولي اهتمام كبير بالتعاقد مع مدرب إسباني. لكن الشائعات دائما لها مكان في عالم كرة القدم كما تدركون، وحتى اسم غوستافو بويت هذا الأوروغواياني اللي أنا كنت قلت لكم أنه العديد من الأسماء تم تداولها فقط لأن يكون ربما وكلاء هذه الأسماء أكبر المستفيدين. الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يتحدث مع غوستافو بويت ولا مع وكيل أعماله، مجرد شائعات فقط. هذا المدرب الذي كان قد أشرف على الخليج في سعودي ل7 مباريات فقط قبل أن يتم تنحيته من على رأس الفريق. الاتحاد الجزائري لم يفاوض هذا المدرب ولم يضع اسمه في هذه المرحلة ضمن قائمة المرشحين الذين ينظر إليهم بجدية من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. لذلك يجب التركيز على المفاوضات الجارية حاليا من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الجديد في الموضوع هو أنه كما تعلمون بعدما وجد صعوبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم موجود الصعوبة، لكن نتحدث بكل صراحة. اليوم الاتحاد الجزائري لما ما وقعش مع فيليكس سانشيز وما وقعش أيضا مع باولو بينتو، هذا الأمر يخلي الاتحاد الجزائري أنه يشوف مدربين آخرين، وهو ما جعله يفاوض في 24 ساعة الأخيرة مدرب برتغالي لم يكشف عن اسمه للعديد من الأسباب. أهم هذه الأسباب نذكر أهم هذه الأسباب هو أنه هذا المدرب اللي تتفاوض معه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يملك عقد مع فريقه، وكان قد تفاوض مع فريقه على إنهاء العقد بمجرد أنه حصل على عرض من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. التستر اليوم على الاسم
طبيعي، لأنه في حال تم كشف هوية هذا المدرب ستكون هناك مشاكل مع النادي الذي يرتبط معه هذا المدرب. الأمر اللي خلى الاتحادية تتستر على هذا الموضوع وما تكشفش الاسم لمصادرها أكيد، وهذا أمر مقبول بما أنها تتفاوض مع الاسم، لا تريد أن تخرجه إلى العلن قبل أن يتم حسم هوية هذا المدرب البرتغالي الذي وبمجرد أنه حصل على عرض من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم أجرى محادثات مع إدارة ناديه للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد، وبالتالي فهو الأمر يشير بوضوح إلى مدى تقدم المفاوضات بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم. إذا تكللت المفاوضات مع ناديه بالنجاح وتمكن من فسخ عقده فقد يصبح المدرب القادم للمنتخب الجزائري، وهذا سيناريو يوحي بأنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم حسم خياره ويركز حاليا على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي. تقدر حتى هذه الصفقة تسقط في الماء إذا لم ينجح هذا المدرب في فسخ عقده مع النادي الذي يشتغل فيه حاليا. هذا الأمر، كل هذه الأمور تخلينا نقول شيء مهم ومهم جدا، وكنت قلت أمس في الفيديو أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما راح يولي أهمية كبيرة للكلية التقنية التي اجتمعت، لأنه لا يفاوض اليوم المدربين اللي كانوا قد درست سيرتهم الذاتية اللجنة التقنية بقيادة رابح سعدان. وأنا في ذلك الحين قلت لكم أنه هذا الاجتماع راح يكون شكلي وما راح يكون يعني اجتماع راح تاخذوا أو راح ياخذوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعين الاعتبار، ولو أنه فاوض فيليكس سانشيز وكان قريب من التعاقد مع هذا المدرب لولا بعض التفاصيل الصغيرة، لكن اليوم الاتحاد الجزائري يرتأى ليكون ليفاوض مدربين آخرين من أجل حسم الأمور في الأسابيع المقبلة. ولو أن الإعلان عن اسم الناخب الوطني الجزائري مدرب المنتخب الوطني الجزائري سوف يكون قبل تاريخ 31 قبل 31 أوت الجاري. الاتحاد الجزائري لكرة القدم كلف كما قلت سابقا، ولو أنه أعيد في كل مرة لأنه المعلومات اللي راهي تنشر حاليا أنا كنت قلتها قبل أسابيع، أنه بمجرد أنه وقع على عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن طريق يحيى شرع في العمل مع الاتحاد الجزائري وشرع في تجهيز قائمة للناخب الوطني المقبل قصد أن يغربلها ويقوم باختيار بعض الأسماء، وكان سافر إلى بعض البلدان الأوروبية وعاين عن قرب بعض الأسماء بما فيهم شياخة المتألق في روزنبورغ في بداية هذا الموسم، وراح يكون بنسبة كبيرة في المنتخب الجزائري، بما أنه اليوم معاناة كبيرة على مستوى هجوم المنتخب الجزائري بعد بطل بونجاح، تراجع مستوى محمد الأمين عمورة اللي حسب رأيي شخصي ما راح يكون في تربص المقبل بسبب أنه غائب عن المنافسة ولم يحضر في بداية الموسم مع أي فريق، بما أنه فسخ عقده من قبل نادي فولسبورغ. كان هيك فيكتور أو ديتر هيكينغ هذا المدير الرياضي لنادي فولسبورغ كان قال وأكد في تصريحات لفوت ميركاتو وقال انه لترانسفير ماركت تصريح قال فيه انه عمورة ليس او خرج من حسابات نادي فولسبورغ رفقة 3 لاعبين اخرين، وبالتالي لا اعتقد انه راح يغيب لا اعتقد انه راح يحضر تربص المنتخب الوطني المقبل الا في حال ما قرر الناخب الوطني الجديد انه يراه عن قرب، بما انه اصبح او كان قطعة اساسية في المنتخب الجزائري. اذا نرتقب وننتظر ونترقب اي جديد سيطرأ على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري. ولو انه اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم كما قلت أعيد وأكرر دخل في مفاوضات مع مدرب برتغالي لديه عقد مع أحد الفرق، هو في مفاوضات لفسخ العقد من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. أنتم في رأيكم من هو هذا المدرب؟ أنا عندي اسم في رأسي لكن ما حبيتش نبوح به، خليت الأمر لكم أنتم مشاهدينا الأفاضل لكي تعطونا رأيكم بخصوص المدرب المقبل للمنتخب الجزائري واللي راح تتفاوض مع الاتحادية الجزائرية، وكأنه لغز مشاهدي الأفاضل. شكرا جزيلا لكم دائما على طيب الإصغاء متابعتكم لهذه القناة مهمة ومهمة جدا بالنسبة لي حتى أواصل في نشر. كان هذا كلام صحفي المحنك إبراهيم مصطفى حول المدرب البرتغالي الذي يقترب من تدريب الجزائر.